السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل السمك المكاريل. هنعمله بتتبيله الاول حلو جدا، وهنسيبه في التتبيله، وهنعمل له كمان خلطه في طاجن او في صينيه، وهندخله الفرن. هيعجبكم جدا ان شاء الله، وهيكون الطعم حلو قوي. تعالوا بقى نبدا الطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 سمكات من السمك المكاريل، منضفاه كويس جدا، و... وكمان عملت له تشققات او فتحات في الجنبين، على الجنبين، علشان التتبيله تدخل جواه وتطعمه. معايا هنا التتبيله دي عملتها معاكم قبل كده على القناه. التتبيله دي عباره عن توم وفلفل سبايسي وفلفل اخضر واحمر، وبهارات الكمون والكزبره، وكمان الملح والبابريكا والكركم. الطريقة بتاعت التتبيلة دي حلوة جدا. بعمل البرطمان وبخليه عندي على الرف، وطبعا حط عليها خل وليمون وتوابل كتير قوي. لو حابين ادخلوا عندي القناة هتلاقوها موجودة عندي. تبلت السمك كده وتبلته في الفتحات. وعلى فكرة عايزة اقولك التتبيلة دي هتوفر عليكي كتير جدا وقت. يعني البرطمان ده بتخليه عندك على الرف، ممكن يقعد معاكي شهر، وهو فعلا بيقعد شهر او اكتر كمان لو برطمان كبير. المهم بقى خلينا في السمك. انا عملت السمك كده زي ما قلت لكم فتحات، وحشيته بالتتبيله دي، وفي كل جزء فيه انا مخليه هنا الراس، شايله بقى الخياشيم والغطا الخياشيم والحاجات دي كلها، وسايباه كده لمجرد ان هو يدي شكل جمالي. لكن طبعا الراس دي مش بتتاكل، فسبتها بحيث ان هو يبقى شكله حلو كده في الاخر. بعد ما تبلت بقى السمك، تعالوا هنشوف هنعمل ايه تاني. واهم حاجة عندي، هسيبه متبل حوالي ساعتين في التلاجة. بس تحطيه في التلاجة لو الجو حر. لو الجو في البرد مفيش مشكلة نسيبه بره. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هنعمل معاه ايه الحاجات اللي هنحطها في الصينية. معايا 2 من الطماطم وسط، مقطعاه مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. ومعايا واحدة من الفلفل السبايسي، لو حابة كمان تقدري 2 لو انت بتحبيه حراق شوية. عندي كمان مجموعة من الخضرة، دي عبارة عن كرفس وشبت، وكمان شوية من البقدونس قطعتهم مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وكمان معايا واحدة من الفلفل الأخضر، واحدة من الفلفل الأحمر، وبصلة وسط مقطعها مكعبات صغير، وكمان 4 فصوص توم مفرومين، وواحدة من البصل الأخضر متقطعة مكعبات صغيرة. معايا هنا بقى البهارات، نص معلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود، وبهار السمك والكركم والكزبرة. جبت بقى ووك وحطيت فيه من 3 ل4 معالق زيت. نزلت بالبصل المتقطع مكعبات، ومعاه كمان الثوم المفروم. هشوحهم، وهخلط البهارات دي مع بعض، وهحط نص الكمية على البصلة تتشوح معاها، علشان لما بحط البهارات على البصلة والثوم بتطلع ريحة جميلة جدا، وفي الاخر الطاجن بيكون ريحته وطعمه حلو قوي. هشوح بقى البصلة مع البهارات زي ما قلت لكم لغاية ما اشم ريحة البهارات طالعة مع البصلة. ساعتها بقى هبدأ انزل بالفلفل السبايسي والاخضر والاحمر، وكمان البصلة المتقطعة مكعبات، البصلة الخضراء، وهنزل كمان بالطماطم المكعبات. يعني نزلت بكل المكونات، سبت بس الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس، والشبت والبقدونس والكرفس، علشان ما تتبلش مع باقي المكونات دي لما اسويها على النار. هشوح بقى كل الخضرة دي مع بعض شوية كده، وبعد كده هحط عليها باقي البهارات وهشوحها معاها. مهم قوي الخطوات دي، علشان في الاخر يطلع صينية السمك او الطاجن يطلع ريحته حلوة. ولما اقرب انزل بالمكونات دي من على النار، هبدأ احط عليها الخضرة، هقلبها تقلبتين وهنزلها من على النار. دلوقتي بقى هشيل السمك من الصينية، ونفس الصينية اللي تبلت فيها السمك علشان ما استهلكش مواعين كتير، هحط جزء من الخليط اللي عملته في قاع الصينية، وهفرده بالشكل ده. معايا بقى واحدة من البطاطس، قشرتها وغسلتها وقطعتها زي الشيبسي، وهحطها فوق الخليط ده. عملته يعني التخانة ادخن حاجة بسيطة من الشيبسي، وهرصها بالشكل ده. يعني كل الكمية دي بطاطسية واحدة، يعني انا مقطعاها شرايح رقيقة جدا، وهحطها على الخليط. الخليط ده بقى من تحت هيكون فيه التتبيلة،
والسمك من فوق متبل هينزل على البطاطس، هيتبلها من غير ما احط عليها اي حاجة، وهيكون طعمها حلو جدا. بعد ما حطيت البطاطس بالشكل ده هرجع احط السمك تاني اللي تبلته، وهحط باقي الخليط على السمك وهفرده على السمك كله. هولع الفرن بقى لمدة هكون مولعة الفرن لمدة ربع ساعة، وهدخل صينية السمك اول رف من تحت، هسيبه 10 دقايق يبقى هو كده استوى. بعد كده هولع الشواية وهطفي من تحت، هسيبه ياخد لون، يبقى كده ضمنت ان هو استوى من تحت واخد لون الشوي من فوق واستوى كمان. سبت الشوايه لغايه ما اخد اللون وطفيت عليه. وزي ما قلت لكم قبل كده، اهم حاجه في السمك طريقه التسويه عشان يطلع السمك جوسي وطري معاكي، وكمان في نفس الوقت طعمه حلو. السبب ان ساعات كتير حد بيقول لي ان السمك بيطلع معاه بعد ما يستوى بيطلع ناشف ومجلد، ده بيكون السبب طريقه التسويه، عشان بتدخليه على فرن بارد وفي نفس الوقت بتكوني مهديه الحراره، بيمتص كل السوائل منه، خلاص كده ما بيبقاش فيه سوائل، فبيبقى ناشف وجامد معاكي. لكن لما بتحطيه على درجة حرارة عالية وتفتحي بعد كده عليه الشواية، تعدمي في سوى السمك على الشواية، بيطلع معاكي جوسي وطري بالشكل ده. وده غير اللحوم خالص، بيكون دي طريقة التسوية بتاعته. طلعت السمك، طلعت الصينية و... وتعالوا نفتح بقى سمكة كده ونشوفها. شايفين طري ازاي؟ طري جدا وجوسي قوي، وفي نفس الوقت شايفين مستوي جدا، طبعا باين ان هو مستوي. وكمان على فكرة البطاطس استوت معايا مع الصوص ده، بيكون طعمه حلو جدا جدا جدا. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب لو اول مرة تشوفوا قناتي سفرة ايدي. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.